يا مساء الفل، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة، يا مساءكم كله خير وحب وتفاؤل وأمل، وخلي عندك يقين بالله. وما شاء الله نصلي بنا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد ويوم جديد، ورجعت الحياة لطبيعتها، ورجعت العودة لطبيعتها، ورجع النشاط والطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، والحمد لله على كل حال. انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. ربنا هو اللي بيريد، ربنا هو اللي بيأذن بأمره، وربنا هو اللي بيدبق لنا أمورنا وسترنا ورضانا. يعني ربنا هو دبق وأمر اللي احنا ايه في حكمته ننزل فيديو النهاردة، فيديو حلو كده. يعني اتحمست شوية وابتديت الحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل. خلاص ننسى اللي فات، نفتح صفحة جديدة، والحمد لله على كل حال. رجعنا لعودة ايه النشاط تاني. رجعنا وعملنا بقى قمت بقى كده اتشجعت واستغفرت ربنا، والحمد لله على كل حال. يلا بقى بينا ناخد جرعة نشاط كده مع بعض، وجرعة حماس، ونقوم نشوف ورانا ايه بقى. مش هنفضل حاطين ايدينا على خدنا كتير. كشكل أنس. وكل حاجة أنا بقى قبل ما كنت أسافر غسلها، غسلة مفروشات، غسلة سجاجيد، غسلة حفاظات، غسلة ستاير. يعني بصوا أنا مخلية الشقة دي أبيض يا ورد. تمام، عشان أنا قلت أما أجي، هي طبعا إيه هنبقى داخلين على عودة مدارس. خلاص تمام. وقلنا بقى ايه هنشوف ورانا ايه. مسكت ايه الحاجات اللي هي ايه عايزه تتلمع لمعتها، واللي عايزه تتنفض نفضت، واللي المفروشات اللي جايه غسلت. يعني خدت يوم دروب كده حلو. و بصوا شجعتي نفسي، حاولت ان انا يعني تخرجي نفسك من اللي انت فيه. يعني عايزه تحسي ب تضيعي الاكتئاب اللي عندك والهم اللي عندك، ومتنشطش. والله العظيم هتلاقي حياتك دي اتغيرت ونسيتي شويه، والدنيا هتعدي معاكي والامور هتعدي والدنيا هتمشي. الحمد لله على كل حال. مسكتي بقى الديتول على الخل على الميه، لمحت بالاخشاب بقى زي ما انتوا شايفين كده. علبه الكينينكس دي هي خشب، لمحتها بقى بالميه الديتول على خل. حلوه قوي اتلمعت معايا، وكل حاجه لمعت، حتى البونبونيه لمحتها كده. يعني خدت الدنيا تلميعه كده تمام. عقبال ما اجي ايه انوي والنية لله، امسك بقى اصبنا عشان عودة المدارس. بقى عندنا مدارس والعام الدراسي الجديد على خير ان شاء الله باذن الله. ربنا يكتب لنا الخير في كل ولادنا يا رب. تمام. قلنا بقى ايه يعني اديها كده تنفيضه. يعني الحاجه اللي عايزه تلمع، انا مش هشوف طبعا الحاجه قدام عيني متوسخه وما اعملهاش طبعا، لا استحاله دي طبعا. ما فيش ست بيت ولا في ام هتفضل تبقى باصه لحاجتها كده متوسخه وهي قاعده وحاطه ايديها على خدها. استحاله دي طبعا ان انت تقومي تشوفي حاجتك وسخه وانت ما تعمليش. قمت كده يعني شفت ورايا ايه، والواحد يعني قال بقى ايه تشجع معاكم كده بفيديوهات كده بسيطة جدا. هو مش طويل أوي ولا كتير قوي، يعني هو كله على بعضه بتاع 8 دقايق 9 دقايق. وقلت ايه يعني نتشجع مع بعض تاني. وانتي لو كسلانة زيي لا قومي تشجعي، استغفر ربنا وقربي من ربنا كتير. والحمد لله على كل حال. والله العظيم هتلاقي ربنا كرمك ووقف جنبك وسترها معاكي ورضاك بأقل حاجة. الحمد لله على كل حال. او مسكت بقى الاخشاب لمحتها، وخليت الدنيا زي الفل، ولمحت الشباك، ورشيت ميه في المنور زي ما وريتلكوا المنور كده. عشان كان عليه ترابه جامد اوي. بفتح شباك المنور لقيت كمية تراب على المنور. انا كل فترة برش عليه جردلين مية كده انزل الترابة دي. انا مش تحتية حد، تمام. بس لو تحتينا ناس طبعا هنراعيها طبعا ونقدرهم. لا يعني ما فيش حد تحتيه، شقة مقفولة مهجورة يعني بقالها كذا سنة. يعني عشان كده ايه بتعمل براحتي. تمام اهو. وخلاص لمعت وخلت الدنيا زي الفل. والله حسيت ان الدنيا نورت زي ما انتوا شايفين كده، وبتريح النفسية. يعني نفسيتك هترتاح والدنيا ترتاح معاكي. اه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلصت بقى الترابيزة ومسكت الصالون بقى، ودخلت على الأوضة برضو. بصوا شايفين مش عارفة الحيطة قشرت مرة واحدة كده. بصينا كانت هي ايه
يعني حتة صغيرة، لقيت كل الحيطة فتحت مرة واحدة كده، ازاي معرفش. يعني مش كده بالطريقة دي، يعني الغبية دي تبقى شكلها وحش قوي، مضايقاني قوي. عايزة اشوف لها حل بصراحة. والملاية الجنجيفة انا كنت مغيرة فرش امبارح، وفرشت فرش نضيف. مسكت الولاد نزلوا على الشغل، مسكت السرير نفضتها، ومسكت المكتبة لمحتها، ومسكنا الدنيا كنسناها. وخلينا بقولكوا الدنيا اتغيرت والله للأحسن. بتنشطي نفسك، بتشجعي نفسك، يعني متبقيش قاعدة كده زهقانة ولا كسلانة. ومسكت المراية لمعتها من ايد عم انس، طبعا رايح جاي يبص لنفسه في المراية، وده اكبر غلط. وكل شوية ازعقله، بس هي غصب عني محطوطة قدامي كده تحت. المكتبة كلها مراية من فوق لتحت يعني. بس ايه، اهو لمحتها بقى ورجعت اتعمل تاني. انا بصراحة بقيت اصور، ابتديت يعني يعني حاجة بسيطة كده نضيع بقى ونخش بقى على التصوير. قلنا وحشتوني. وقلت اما انزل بقى فيديو لحسن ريتش القناة وقع قوي 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 قوي. وياريت تقفوا جنبي وتشاهدوا الفيديو من الاول للاخر، ما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم، ولا كل اللي سأل عليا ما تحرمش منه يا رب. وربنا يجبر بخاطركم ويرضيكم كل حاجة نفسكم فيها، ربنا يرضيكم يا رب. حتى لو مش هتشاهد الفيديو، اي حد نفسه في حاجة والله ربنا يرضيه ويكبر بخاطره من غير اي حاجة، من غير مقابل اي حاجة يعني. تمام يا بنات، تمام يا ست الكل. خلاص كده بقى، خلصنا روقنا السراير. انا النهارده بصور بالتليفون كده، مش بالستاند. ما حطيتش الستاند بصراحه، مش بقول لكم مش مستعده، بس هي جت معايا كده فرصه اللي انا قلت اصور عشان انتوا وحشتوني. وخلصنا، وده شكل الاوضه وشكل الدنيا معاكم اهو. خلصت. ونلمع بقى الجزء التاني، المكتبه في الحته التانية، ونلمع الشاشه. خلينا الدنيا تمام ومية فل ومية عشرة. وفيديو بسيط أوي أوي أوي، يعني بنرجع الحياة لطبيعتها تاني. وأكني أول فيديو لي على القناة، وأكني لسه بتعلم التصوير، وأكني لسه بتعلم المونتاج والكلام والتسجيل. بس أنا يعني أكيد عارفة المونتاج والتصوير والتسجيل. بس يعني هي جت معايا كده، جت معايا اللي أنا أصور لكم النهاردة. وربنا يديمكم نعمة في حياتي، وما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الجميلة. وكل اللي يخش القناة ويشاهد الفيديو من الأول للآخر ما تحرمش منكم يا رب، ويسعد قلوبكم ويرضيكم بما تتمنوا. فيديو بسيط جدا، وقولوا لي ايه رأيكم بقى، ننزل بقى فيديوهات تاني ولا بلاش؟ ان شاء الله، باذن الله باذن الله ربنا يقوينا يا رب. والفيديوهات اللي جايه تبقى احسن وتبقى في الافضل باذن الله. ودعواتكم وفضلكم معايا في استمرار القناه. وربنا يجازيكم كل خير يا رب. ومسكت الشاشه هي لمحتها، وكان اخر حاجه بقى يعني انا خدت كده يعني لقطات كده بسيطه. وإن شاء الله بإذن الله هنستعد للروتينات القوية وتنظيفات عميقة للشقة كلها بإذن الله. وهنفرش مع بعض وهنلمع الدنيا، والدنيا هتتظبط وهتبقى في الأحسن. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لكم المحبة، وربنا يديمكم نعمة في حياتي، وما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الجميلة. وكذا مرة والله كررتها في التسجيل، ما تحرمش من كومنتاتكم الجميلة عشان انتوا كتير كتير كتبوا لي كومنتات جميلة. ومع السلامة.